رجلا كانت له امرأة تسيء عشرته ولا تحسن علاقته، فلما ماتت وصلى عليها وقف عند قبرها والناس ما زالوا مجتمعين، فقال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثة. فلما سألوه قالوا: كيف تطلق في هذا الوضع؟ قال لهم: وزوجاتكم في الدنيا هن زوجاتكم في الآخرة. قالت السيدة عائشة: نحن زوجاتك في الدنيا أفنكون زوجاتك في الآخرة؟ قال: نعم، أنتن زوجاتي في الدنيا والآخرة. فهذا الرجل قال كأنه يقول بأن هذه المرأة لم تكن تحسن إليه في الدنيا فلا يريد أن يلقاها في الآخرة، ولكنه مخطئ، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأنشأناهن إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. هذه المرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال للمرأة العجوز، قال لها: لا يدخل الجنة عجوز. قالت له فبكت. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما قرأت قول الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، في سن واحد صغيرات السن، وتنقلب يوم القيامة العجوز إلى فتاة صغيرة، فأصبحت عاربا، يعني في سن الزواج وفي سن المرأة التي يرغب في أن يتزوج منها. فعروبا وأترابا يعني في نفس السن متساويات، هذا هو والمعنى، فهو لا يعلم هذا. والقرآن الكريم قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لما يأتي يوم القيامة ما في حسد ولا بغضاء ولا كراهية ولا شنآن ولا مشاكل ولا فتن ولا إحن ولا أمراض القلوب. الناس سيكونون في الجنة بقلوب صافية ونقية وتقية، وهكذا